سلام الله عليكم، كي دايرين الخوت؟ نتمنىكم تكونوا دوزتوا نهاركم في احسن الظروف وفي احسن حله بصحة فطوركم. والله يتقبل منا ومنكم سائر الاعمال الخوت. كنشكر الناس اللي صيفطوا لي دوك التعاليق الزوينه واللي كيشجعوني ديما، خوتي وحبابي العائله الصغيره ديالي. اليوم الخوت جيت نكمل لكم القصه اللي حكيت لكم البارح وفين وقفنا. خلينا الخوت كيفاش غادي يطرى ليا داك البلان نيت مع رئيس المعقل، كيفاش غادي يبقى حاط عليا وكيعمر عليا الموظفين. دازت واحد المده ديال 7 ايام او 8 ايام غادي نشد البلاصه. واحد السيد كانت عنده 4 شهور، كان عنده داكشي ديال شهاده الزور. المهم دوز المده ديالو وغادي خارج بحالو. كاينه بلاصه الفوق، كاينين 3 ديال الناس وانا هو الرابع في لاكار. هادوك 3 الناس شادين النوبه ولكن ناس كبار. جا الموظف دخل، شكون اللي فيه النوبه؟ حتى واحد ما بغى يطلع للبلاصه. الموظف اللي في الكارتي هو يقول لي طلع يا هشام. طلعت فرشت بلاصتي، قديت الامور ديالي حويجاتي، تكيت. المهم شديت البلاصه. كنتفاجئ غادي تدوز واحد اليومين غادي يجي عاوتاني داك رئيس المعقل الصباح بكري، غادي يضرب دوره عندنا، غيدخل لديك الكروه فين كنعس انا، غيجي السيلون 3، غيبدا يشوف. شافوه واحد جوج ديال الناس، انا كنت ناعس ما شفتوش. بقى كيشوف كيدور عينيه كيقلب عليا، ما لقانيش. لقى دوك الناس ولكن انا ما لقانيش في لاكار. كيقول فينا هو؟ مشى في حالاته. غادي يمشي عند الموظفه الخوت، شوفوا البغض والكره. دار في الموظفه اللي شادين الكارتي، قال لهم علاش هذاك غادي يطلع للبلاصه وكاينين الناس قبل منه في لاكار. قال ليه الموظف لا، قال ليه راه تا واحد شرح ليه فسر ليه، ومع ذلك بقى طالع عليه الدم وبقى معصب. انا منين جا عندي طلع لي النوبه الاولى قال لي الحبس راه ما بقاش كي كان وما بقاش داكشي ديال البلاصه كذا. قال لي النوبه بحال ديك اللعبه، انا راه غن غندي زعما بلاصه بالعنصريه. لا ما كاينش هادشي. دابا فهمتوا الخوت علاش هو صيفطني لداك السيلون؟ حيت فيه ناس كبار وباقي ما غيتهزوش ترونسفير ولا كلاس بعيده. هو ما كانش عارف بان داك السيد راه خارج، اما راه كاع حتى ديك البلاصه محال واش نشدها. فهمتوني الخوت؟ المهم هاد السيد هذا بقى حاط عليا اليوم غدا، يسول عليا من بعيد. المهم وحتى من الطبيبه كنت مريض عمرها عليا تاهي. قال لي هذاك راه حباس ومريض وتيدخل الدكاكه وتيدير وكيفعل الى اخره. وحتى من الزياره الخوت، الزياره كندخل ليها كيبقاو حاضرين جوج ديال الموظفات، 3 الموظفه. غنصرب زعما الممنوعات. وانايا باش كيبقى فيا الحال، ماشي كيبقى فيا الحال، الله يسهل على اي واحد يبقى فيا الحال من جهته هو. اما تا الموظف راه غير خدام، هو رئيس الامن والانضباط. انا كنعاود نقولها لكم، كيبقاو حاضريني انا في الزياره، لا ندوز عليهم شي حاجه ولا. ولكن وحدين اخرين ملي كيتلاهاو معايا هادو كيبقاو ملاهين معايا، وحدين اخرين كيبانوا ليا كيدوزو الدكاك كيدخلوا داكشي ديالهم، ما يتكيف بنادم ولا شنو كيشد. قلتها له واحد النهار، قلتها له بحال هكا. قلت له انايا، قلت له راه كيبقاو حاضرين دوك الموظفين، قلت لك داير معايا بالك راه هذا كتخور من جهه اخرى كدوز عليك. راه كتبقى داير بالك مع هشام كيدوز عليك علي ولا سيمو ولا احمد ولا. فهمتوني الخوت؟ هاد السيد هذا غيطرى ليا معاه بلان اخر ابار ديال البلاصه، حيت انا هادشي هذا بدا يتراكم عليا. كل مره كنشعر بحاجه، كل مره كنتفاجئ ببلان في شكل. جات اللجنه الخوت واحد النهار وكنت مريض، انا طالب غي رونديفو نخرج للسبيطار ندوز ندير راديو. كنتفاجئ بعدا قبل من اللجنه غادي نمشي عند الطبيب اللي هو ديال المؤسسه، غادي نريح ندخل عنده غنقول له راه المشكل اللي عندي واشنو عندي. بغيت ندير شي راديو، راه الدواء ما دار ليا والو، راه الدواء قتلني قهرني، الدواء معتي ولات كضرني. اش قال لي هو؟ قال لي لا راه ما كاين والو، وراه غير كيتخيل ليك، وراه داكشي راه يقدر يكون غير مصران، هو اللي كيعطيك الحريق هنا وكيعطيك هادي هنايا وكيعطيك هادي هنايا. الله يرحم ليك الوالدين. شوف كيدير ليا شي راديو، الله يرحم ليك الوالدين، صيفطني للسبيطار شي رونديفو ندوز انايا، راه كنت برا غادي نمشي ندوز ولا خرجوني على برا
ونمشي ندوز ونعيط على والدي نخلص انا من المال ديالي، من المال ديالي الخاص، انا اللي نخلص. واخا يكون خير، واخا دير لك رونديفو، تسنى وتبعو معايا الاحداث الخوت. شوف شاني غنمشي في هذا الرونديفو، وشو من مور مي غنمشي في الرونديفو شنو غادي يوقع ليا الخوت. فيلم راه قصه طويله هادي. جات اللجنه داك الصباح، واحد الصباح جات اللجنه، انا كنت مريض، جوج ديال الناس لابسين محترمين معاهم الموظف غادي يدخلوا لديك الكروه فين كنعس انا. رجع لي غير تما راجعين، غنبان لي انا واقف ولايح عليا كاشه كانت فيها التبوليشه. قال لي مالك انت شنو سميتك؟ قلت ليه سميتي فلان فلان. قال لي واش مريض؟ قلت ليه مريض. قال لي واش ماشي خرجوكش للطبيب؟ قلت ليه لا، راه مده هادي وانا كنتسنى، ولكن راه ما خرجونيش. كنهضر ليه انا على الطبيب زعما لا على برا، الطبيب ديال هنا ديال المؤسسه راه شفتو. هو ينقز الموظف اللي كان معاهم، مع احتراماتي ليه بخير ولد الناس، هو الله يعمرها دار، لا داعي لديك الاسم ديالو، غير حتى انايا تسرعت شويه وغلطت في حقه حتى هو. واخا هو راه ما كانش يهضر معايا وما كانش بحال انايا بغيت ندير نطيحو فشي مشكل ولا شي، هو ما قايمش بالواجب ديالو. اما هاد السيد هذا كنهضر عليه مسكين، كنقول الطبيب موظف، كنقول الطبيب ولا شي حاجه كيديني عنده، ولا كتجي الطبيبه للكارتي تيخرجني عندها. الاخرين الكبار منهم الرئيس المعقل هما اللي كدور ديك الهضره بيناتهم، والمدير حتى هو غيطرى ليا معاه، غنهضر انا وياه وغيجاوبني واحد الجواب في شكل غنعرفوا بان حتى هو غير معمر عليا مسكين، واخا درويش خدا معايا الامور ديالي في الاخر واخا داكشي ما مشاش على ما يرام. المهم ماشي مشكل، داز داكشي. جات ديك اللجنه قالوا لي مريض، قلت ليه مريض، واش ما كتخرجش الطبيب؟ لا راه مده دابا ما خرجتش، كنتسنى هنايا، راه شفت الطبيب وينقز الموظف، كيفاش غنتناقش انا وياه؟ قال لي ما كتكذب هشام. قال لي البارح خرجتك عن الطبيبه. قال لي وفين ما كتقول الطبيب كنخرجك فعلا. انا شنو وقع ليا معايا الله فايق وانفعال وباغي ندوز وبغيت نشكي على راسي وحسيت فيه هو بحال راه ما بغانيش، هو راه لا، هو غير ما بغاش يتاذى، ما بغاهاش تجي فيه. قلت ليه الله ودي، قلت ليه فين خرجتيني بحال هكا؟ قلت ليه فين خرجتيني؟ قلت ليه خرجت راسي لعند الطبيب، ما حيت داك الصباح داك قبل من داك النهار قلت له راه مريض، ومشى عنده الدري قال لي ما كاين هشام في لابيل، ما خرجتش لابيل. قلت ليه راه مريض راه عيان. قال لي تجي الطبيبه، ومين جات الطبيبه واش نساني واش ما بغاش الله اعلم. المهم انا ملي جات الطبيبه كانوا كريات محلولين، البيبان محلولين، وانا نخرج من الشوم من السيلون وانا نمشي لعند الطبيبه، حنيت راسي وانا نمشي عند مريضه وهادي ما ديروا معايا والو، بقيت كنشكي. المهم كنهضر على راسي، الرونديفو ديالي قالت لي الرونديفو ديالك، قالت لي راه قريب غير تسنى. لا قريب واش نبقى قريب تنمشي لشي جايحه ولا طرا فيا شي حاجه نوليو في تفاقم الضرر؟ شنو هو هادشي هذا؟ راه عيب وحرام هادشي هذا. قالت لي وانا ما عندي ما ندير ليك، وراه الرونديفو الطبيبه اللي كتاخذو راه والله تا واخدينوك. المهم حنيت راسي وانا نجي في حالتي. داك النهار اللي خرجت عند الطبيبه اللي قال لي الموظف لي ما خرجتينيش، خرجت لراسي. وينقذ واحد من دوك الجوج اللي كانوا مع ديك اللجنه اللي جات، قال لي كيفاش خرجتي لراسك؟ انا يلا بغيت نقول ليه كانوا البيبان محلولين وخرجت مشيت لراسي وهادي، وانا هو ينقذ الموظف اللي كنت كندوي انا وياه. من بعد غيولي صاحبي هذا الموظف وبخير وكيقضي معايا الصوالح وكذا، والله يعمرها دار كيما قلت لكم، كاين الخايب وكاين الزوين. وينقذ هو يقول ليه لا راه كانوا في الفسحه، ومنين كانوا داخلين من الفسحه داز عند الطبيبه. كتشوف الناس اللي كيكونوا خارجين في الفسحه كتشوفهم ملي كيكونوا داخلين من لاكور من الفسحه. انايا درت في ديك هكا، مبغيتش نبقى نتجاحد انا وياه، قلت صافي دوز حيد. وانا نقول لاخر هذاك اللي مع اللجنه، قلت ليه صافي اخويا، مع بالي حتى هو ما يقضي معايا والو الخوتي باش نجيكم من الاخر. قلت ليه صافي انا ما عندي والو، انا يا ربي اللي عالم بيا، صافي انا غادي نريح غنتكمش وغادي نكمدها ونصبر. فعلا مشاو وانا نعيط على الموظف والسي فلان جا. قلت اسمع انا ما بغيتش نبقى انا راه حشمت، قلت لهم ما بغيتش نبقى نتعاطى انا وياك ونبقى انت تقول وانا نقول وانت تقول وانا نقول، غنوليو في حاجه ماشي هي هذيك. وتا انايا ما غاديش ما غنحملش راسي، حيت هادشي هذا ما معطيش ليا، ما فياش هادشي. مشى في حالته. هو يجي رئيس المعقل من موراه، اما كاش الشريف باقي يلاه غادي الموظف هو يجي رئيس المعقل وما يرجعوا عندي بجوج. اما كاش الشريف كتغوت كدا غوت كيتسمع حتى ليه وهادي انا ما كنغوتش، قلت انا كنهضري على راسي، قلت انا كنوضح
شي امور الفلان. قال لي انا كنسمع خواتك ملي انا علاش غادي نجي منكم ما سمعتش خواتك وهادي. قلت ليه المهم انا، قال لي هضر بشويه. قال لي انت شو كتهضر باقي كتهضر؟ انا كنهضر هكا. قلت ليه انايا شويه مستريسي ومنفعل ومريض وربي لي عالم بيا وتا واحد ما كيتسوق ليا، وعاد شي ناس كيعمروا عليا اوطور اخرين. قال لي شكون هو اللي كيعمر عليك؟ قال لي انت راه فيك الوسواس وخصك تحيد هادشي هذا من عقلك وهادي. المهم بقى كيهضر معايا بشي طريقه وقال لي واش نهضروا اداريا، نهضروا زعما في القانون ولا نهضروا بالعاطفه؟ قلت ليه انا هضر معايا قانوني، انا باغي حقي، انا باغي الطبيب، باغي ندوز، باغي الدواء، ما باغيش شي حاجه. انا قلت له ولا كتجي تلقاني عندي ممنوعات ولا مدابز ليك ولا كنمثل على شي موظف ولا لقيتيني خاشي تديني شي كاش ولا شي. قلت له انا ما كندير والو من هادشي هذا، انا كنهضر الى حقي. قال لي ولا جيتي نهضروا قانونيا؟ قال لي راه ما تسالش هشام، الطبيب راه خرجناك عنده، الرونديفو راه شديناه لك. قال لي وعاطفيا ومحنه ورجوله من باب انسانيه. قال لي غنسول لك الطبيبه الرونديفو ديالك واش قريب. قلت ليه ما قلتي عيب. قلت ليه صافي حنيت راسي انايا، حشمت تنادم معايا الحال في نفس الوقت وانا نجلس. ريحت بلاصتي، مشاو هما. قال الموظف قال لي يلاه. المهم تما غادي تبدا واحد الحساسيه بيني وبينه، تبدا واحد الحساسيه عاوتاني اخرى. كما قلت لكم الطبيبه الفرمليه ولات تتعامل معايا في شكل، الطبيبات هي ولات تتعامل معايا كانني بحال شي حماق او شي واحد كيتخيل او شي واحد عنده شي اكتئاب ولاو باغيين يدوني للطبيب ديال الراس. كيقول لي البسيكياتر. المدير تلاقيت معاه عاوتاني واحد النهار، واحد الصباح كنت غادي للسيناف وانا نتلاقى معاه. قال لي امض راه حيت كان جا الوالد ديالي، كان جا الاب ديالي، كان جا الباب ديال الحبس وتلاقى مع المدير وهضر معاه. قال لي ولدي راه مريض وهادي وراه كيعيط، كيقول بانكم بغيتو تديوه للسبيطار. المهم الوالد مشى هضر مع استاذ، مع المدير دخل عندي مسكين نيشان. جا عندي داك النهار اللي غادي يجي الوالد. مالك واش عيان؟ نوض عندي دوا معاك. نيت كنت مهلوك، كنت تنعرق ومسخسخ، ما قديتش نوض. قلت لها ما قديتش استاذ. هي نوض نهضر معاك رئيس المعقل. هذا ما جاش رئيس المعقل داك الصباح، نائب رئيس المعقل، نائب رئيس المعقل ومعاه المنسق ومع واحد الموظف اخر. قال لي نوض نهضر مع استاذ. المهم نوض، قال لي نوض حاول كامل. نوض تكيت بحال هكا، بقيت مريح وانا ندوي معاه. مالك اش عندك؟ قلت له راه مريض وكذا. قال لي دويت معاك وهادي وراه ديتك الطبيبه ولا؟ قلت له استاذ راه ما قداو معايا والو. قلت له واش انا كنقول ليه تيضرني الظهر ديالي والسنسول وحق عندي الحريق هنايا، وهو كيدوز لي على حاجه اخرى وكيعطيني الدواء ديال حاجه اخرى وتيقول لي لا راه غادي تكون غير هادي. ديني شخص المرض اللي عندي ديك الساعه عطيني الدواء. شنو نبقى نتقهر بالدواء؟ هاد شحال كلي ديال الدواء. قال لي انا غادي صافي نوض هضر مع الدار ديالكم، هضر مع ولد ديالك راه مسكين راه مخلوع عليك وهادي وراه جات لهنا معذب وهادي. هضر معاه قول لي راه صافي راه دوزت، راه شافني الطبيب وهادي. ويقول لهم هذا الطبيب. قال لي شوف، قال لي جي لا بلا خصاتك شي حاجه، قال لي جي عند فلان، عند واحد الموظف. قال لي ما تهضر مع حتى واحد، قول لي بغيت نشوف استاذ راه غيجيبك عندي. قال لي ولا بغيتي الطبيب قولها لي انا غادي نديك للطبيب. هذا النهار اللي غادي يجي فيه الوالد ديالي الخوت. المهم باش بلا ما نهربوا من الموضوع، هو راه نفس الموضوع على الخبايا وعلى كيفاش كانوا كيتعاملوا معايا داخل المؤسسه الخوت منين تشديت. وانا عندي قناه في يوتيوب وعندي واحد المشاكل سابقه داخل المؤسسه اللي هما فيهم المشاكل ديال الضرب والجرح، مشاكل ديال سرقه التليفونات داخل المؤسسه، مشاكل ديال ممنوعات، تخربيق كنا تنخربقوا، تتلاح دكاكه، تدخل دكاكه، تنخشيو راسنا في المشاكل. بقى داك الشيء علينا، داك الشيء كيبقى عليك تابعك. هادشي هذا هو اللي خلى هاد رئيس المعقل يشد معايا هاد الزكير هذا وهاد الضد هذا كامل. المهم واحد النهار هزوني الدراري، طحت، ربي لي عالم بيا، طحت غيبت. هزوني داوني للمصحة، حطوني فوق واحد الباياص، خلاوني فوق داك الباياص. كاينه الطبيبه الخوت ورئيس المعقل والطبيب اللي كيدوز للرجال في بعض الحالات، طبيب كبير، وكاين المدير. لا كان باقي ما جاش المدير ديك الساعه وانا مجباد فوق داك البايط. دخل واحد الموظف الله يعمر ليه الدار، هو راه قريب لينا، تحياتي ليه واحترامي ليه. كما كنقول لكم كاين الخايب وكاين الزوين. دخل قال لي مجباد، قال لي ما كاينش.
قلت ليه مريض ربي لي عالم بيا، بديت تنرجع تنتزمت وتتجيني واحد الدوخه، عيني كيتغلفوا ليا، راسي كيبدا يضرني بواحد الطريقه ماشي هي هذيك. قال لي ما، قلت له راه مريض عيان. قال لي خليك. مشى هو معاهم، رجع عندي قال لي يا تجي الطبيبه تشوفك. ولكن كنكتشف من بعد بان دوك الناس قصرين بيا وكيهضروا كل واش باش يقول، كل واش باش يقول بانني انا غير كنكذب وغير كيتوهم ليا وغير هادي وغير بزاف ديال المسائل. خلاوني تما ناقشت مع الخوت، تلاحيت من فوق الباياص للطس بقوه ما تهملت تما، وبديت كنغوت بواحد الحريق وبغيت نخرج لبرا وبقيت تمرغد في الارض. وجا لعندي وهضر معايا وقال لي نوض، وي نوض نوض نوض، ولكن واخا نوض راه بدون جدوى الخوت، راه لا حياه لمن تنادي. لا مشاو تحطوك دوك الناس بالهم ولا بغيتي تذاكر معاهم ولا حكا كما كنقولوا عندك واحد الماضي ماشي هو هذاك داخل المؤسسه، راه غادي تكرفس، غادي تكرفس الخوت ديال بصح، والله الا غادي تكرفس. قلت ليه شوف، قلت ليه انا راه مسيكيريزي راسي، قلت ليه وحامي راسي، وبصح كنت هادر فوكالات كنتشكى من هاد السيد، وعندي واحد الشكايه راه باقا النسخه ديالها عندي هنايا نيت في الدار، دابا تجيبها الوقت ونوريها لكم الخوت. المهم دخلوني عند الطبيبه، عاوتاني شافني الطبيب، بقيت تنقول لهم الله يرحم لكم الوالدين، كنزاوق هادشي هذا بسبب اهمال طبي. بقيت كنزاوق كنقول لهم الله يرحمكم، بغا نقضي غراضي ومضرور وبغيت ندوز غير راديو، ما طالب والو، بغيت نشوف غير راديو ولا ندير شي تحاليل. داروا لي التحاليل مبغاوش يعطوني تنشوفهم، تيقولوا لي غير ما عندك والو. التحاليل واش كيداروا ولا ما كيداروش الله اعلم، المهم الله اعلم، الله اعلم. المهم داز هادشي كامل الخوت، واللي غادي نقول لكم هو شنو غادي يطرا بسبب هاد الاهمال. واحد السيد محمد سميتو، جفنا تحياتي ليه من المنبر والله يشافيه، كان كينعس حدايا في الجوج، اللي تا هوايا كان مريض مسكين وكيخرج عندهم وديما كيشكي وكيبكي، ديما كيغوت بان راه مريض، راه مريض. الله يعمرها دار راجل كبير. خرجوه دوزو ليه الراديو ديال السدر، ما بان لهم والو في الراديو ديال السدر. هزو ليه واحد العينه من الطرف من هنا من الجنب ديالو ديال الدم ولا شي حاجه من الريه باش يديروا ليها تحليله. قالوا ليه ما عندك والو، ولكن قاسوا ليه شي حاجه، المهم ولا كيجي شي حاجه من داخل النغيز وكذا. منين هزوا ليه ديك العينه ولا كيجي واحد الحريق تما ماشي عادي. المهم تهمل السيد، قالوا ليه ما عندك والو، ما عندك والو، دوزنا ليك ما عندك والو. كيعطيوه الدواء مجبد في بلاصتو، السيد كيخرج عندهم كيغوت، كيعاودوا يديوه المصحه يدقوا ليه برات الحريق، يعاودوا يردوه لبلاصتو. كذلك ومثال اي واحد حتى انا داروا معايا بحال هذا الشيء هذا، ما عندهم ما يديروا لك، بخاطر راك شي طايح امورز كوما الارض. بقى مسكين على داك الحال، كيشكي وكيبكي وكيسول، وكان كيخرج معنا للكور الفسحه في الاول شويه، ما بقاش كيخرج، الماكله ديالو قلالت، ربي هو اللي كان طالع به. هاد الحاله اللي وصل لها هاد الانسان هاد السيد هذا ما بغيوهاش حتى شي واحد. واحد النهار غادي يبغي ينوض مسكين، حتى غادي يزحف من رجليه، غادي يطيح، غيتشلل مسكين من رجليه، غيفقد الحركه على الركابي ديالو. غاديين يهزوه الدراري، غيديوه غيتلاقى مع المدير رئيس المعقل، غيبقاو عليه وحنايا كتريقل علينا سير من داك الشيء الحبس ما ديروش معانا. وهادي هو مسكين يهزينو، كاين كيهضر على راسو بقوة ديك الحرقه وداك الشيء اللي كيحس به. المهم خلاوه في المصحه، جا الطبيب شافو عبروا ليه الطونسيون، داروا ليه داك التخربيق، لقاو السيد في حاله يرثى لها. داوه للسبيطار، ملي غيديوه للسبيطار داك التدواز وداك التحاليل وداك الشيء كامل اللي داروا ليه غيتضرب في الزيرو، بحال ما عمرهم دوزوا ليه، غير لقاو السيد بان عنده الماء في الريه وعنده الماء في ظهرو، واش في السنسول. المهم يا اما في السنسول يا اما في الضلوع، المهم لقاو عنده الماء، والماء داك الشيء قاص ليه السنسول. السيد زحف ونعس في السبيطار، خرجوه ما بقاش عاود رجع. حتى تسوقنا الخبار، واحد السيد كيهضر مع الزوجه ديالو الله يشافيه، واش برا ولا باقي في السبيطار ولا رجعوه، ما عرفتش شنو اللي حل به. المهم هذه هي القصه ديالو مسكين، كيفاش تهمل واحد المده ديال الشهوره تقريبا، راجل واحد
7 شهور ولا 9 شهور ولا 8 شهور بحال هكاك، حيت لقيتو انا تمايا. كيفاش تهمل؟ تشوفو فين وصل ملي كان كيتمشى على رجليه وكيحس بدوك اعراض والعراق وبزاف ديال المسائل الكحبه. الماكله ما كانش كياكل مزيان. كيشوفو الطبيب ولكن بدون نتيجه، بدون فائده. نمشيو لخوت ليا انايا. منين بقيت كنتسنى الرونديفو وانا معاهم في المشاكل، وكل مره كيخرجوني الدراري، وكل مره كيعطيوني دواء في شكل، وكل مره كيصبروني ببلا. وطوال داك الرونديفو مده ديال واحد 3 شهور، والصرف 3 شهور ونص ولا ما يزيد، قرب 4 شهور. عاد غاديين يخرجوني. ملي يخرجوني مشيت للسبيطار. كنتفاجئ الخوت بان الطبيب ديال السبيطار عطاني باش ندير تحليله وباش ندير راديو اللي هو سكانير، ولكن عاودوا ردوني للسجن باش نتسنى الرونديفو باش نمشي ندير داك الراديو عاوتاني وندير ديك التحليله. تسنيت رونديفو، ملي مشيت الطبيب وعطاني داكشي خصني نرجع للحبس، خصني نرجع للسجن نتسنى واحد 3 شهور ولا 4 شهور اخرى تنموت تنتفنى تتوصل فين بغات. عاد يوصلني عاوتاني داك الرونديفو باش نمشي ندير داك الراديو وداك المسائل. فعلا جيت بقيت كنغوات كنقول، مشيت عند الطبيبه درت مع استاذ، واخا صبر هادي سبيطار انت راك عارف رونديفوات خص الموظف يمشي يشد لك رونديفو. ما علينا، بقيت صابر محال. كنشرب دواء الحريق، كنشرب اونتيبيوتيك، كل مره نصبر راسي بحاجه كما قلت لكم. دازت واحد المده عاوتاني من انا كنقول لهم عندي هاد الاعراض وعندي هاد الاعراض، لقيتهم واخدين ليا جوج رونديفوات اخرين ابار داك الرونديفو. ولكن كنتفاجئ بان النهار اللي غادي يوصلني فيه الرونديفو باش غادي نمشي للسبيطار عاوتاني باش ندير دوك التلفازه وندير دوك التحاليل وواحد تحليلات الكبده، مع جيت الخوت ما درتهم. مشيت الطبيبه باش الطبيبه ديال على برا باش عطاتني ندير دوك المسائل، وعاودوا ردوني للسجن. المهم اختصرت لكم الخوت، غادي يردوني للسجن باش نتسنى. كنتفاجئ مع وصلت من السبيطار مع ديك الجوج ديال النهار، رجعت جوج ونص. مع دخلت للسيلون، جا واحد الدري قال لي راه سمعت سميتك كيعيطوا ليك. انا عيطت للدار ديالنا قلت لهم ما تجيوش راه عندي السبيطار. كان عندي الزياره بالخميس، مشيت الخميس للسبيطار. جيت دخلت للسيلون، ما انا عارف هما عيطوا لي لا الزياره لا والو. دخلت للسيلون ريحت، يلاه بغيت نبقى شويه، بغيت ناكل. كنتفاجئ بموظف كيدخل، داك الموظف ديال الكارتي مع واحد الموظف اخر ديال برا كيكون مع الديطونسيون. فعليا دار ليا بحال هكا داك الموظف، وقفت انا عرفت ترونسفير. قال لي راه غادي تمشي ترونسفير. قلت له كيفاش غنمشي ترونسفير اخي فلان؟ قلت لي انا واش انا يلاه جاي من السبيطار مشيت شفت الطبيب عطاني باش ندير هاد المسائل. قلت ليه الرونديفو الاخر اللي خديتو ديال المسالك البوليه وداك الشيء حاشاكم الخوت. قلت ليه ما دوزت حتى حاجه في هادشي وغادي نمشي ترونسفير. قال لي شوف، قال لي انت هشام، قال لي باش ما تطيح في مشكل، قال لي راه غادي تمشي غير لهنايا قريب على حساب السبيطار. قلت ليه ياك؟ قلت ليه ما كاينش المشكل هانيه. قلت ليه شوف، اللي فيها الخير يديرها الله. جمعت المسائل ديالي، جمعت حوايجي كويشات ديالي، توادعت مع الدراري تهلا وخرجت. غندخل لبلاصه تقلاب، قلبين شي وحدين جامعين وكيتسناوني غير انايا. دخلوني قلبوا لي الكواش ديالي. قال لي راه 5 كواش اللي غدي معاك وانا عندي 8 كواش. قلت ليه الله يرحم ليك الوالدين. قال لي راه عيسى المعقل. مشيت عنده قلت ليه فلان انا دابا غادي ترونسفير. حيت مشيت عند المدير قبل قلت لهم انا ما غاديش، بغيت استاذ نهضر معاه حيت الاستاذ هو اللي هضر معايا. الاستاذ تا هو يا شنو راه مشيت للسبيطار جا ترونسفير. ما فهمت والو. قلت له وسلا جوج. قال لي شوف، قال لي غادي تمشي باش تداوى. قال لي انا راه عندك ترونسفير وانا قربتها لك هنايا باش تقضي الغرض ديالك. المهم قلت له الله يرحم لك الوالدين وشكرا وهادي على لوجيست اللي درتي معايا. مشيت عند رئيس المعقل قلت ليه كويشات ديالي انا غادي بحالاتي نديهم معايا. قلت ليه راه كواشي ماشي كواش الحبس. قال لي لا القانون، قال لي 5 كواش اللي تدي معاك. قال لي ونجيو نقلبوا حتى هما نلقاو ماشي ديالك. قال لي داركم جابوا لك كاشه ولا ما عجوش. قال لي حنا كنميكو. حنيت راسي وانا نقصد الاستاذ المدير المؤسسه. قلت له استاذ الله يرحم الوالدين كويشات ديالي راه بغيت ديهم معايا، راه ظهري وانت عارف المشكل اللي عندي. قال لي دي معاك كواش. شكون اللي قالك شحال؟ قال لي واش عنده؟ قال لي لا استاذ القانون كيفاش 5 كواش.
قال لي خليه الدي ديالو معاه صافي كدادي، وما حملش راسو، مشى حنا راسو ما حملش راسو. جمعت المسائل ديالي، داك التخربيق ديالي كامل ديتو معايا. غادي نمشي طرونسفير الخوت. فين غادي نمشي؟ غنمشي لسلا جوج. سلا جوج اللي هي تأديبي وحبس مزير، ما نقولش لكم كي داير الخوت. المهم غادي نخليو الحلقه ديالنا حد هنايا باش ما يكونش عليكم الفيديو طويل الخوت. وغدا غادي نعاود لكم القصه كيفاش غادي نمشي ترونسفير وغادي ندخل لسلاجوج، وكيفاش غادي نعيش واحد المعاناه اخرى، حيت غادي معايا المين في الطبي ديالي الخوت، وداك التدواز اللي فيه وشنو خصني ندير والى اخره. وهما كاتبين لي تما بالسيل احمر بانني انا خايب وفيا المشاكل وكذا وكذا والى اخره. المهم ما نحرقش لكم القصه. غدا غادي نلوح لكم الجزء الاخر ديال الكماله، حيت فيها تاني بزاف ديال الاحداث. كنتمنىكم تكونوا بخير، والله يخلي لكم صحيحتكم، والله يخلي لكم المهمات ديالكم، والله يرحم لكم الوالدين على التفاعل ديالكم معايا. وكنتمنى منكم البارطاج الخوت، البارطاج. اللي ما ابونيش يدخل يتابونا ويضغط على زر الجرس ويخلي لايك. تحياتي لكم وشكرا بزاف.